وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذه الحلقة أو هذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية من حيث انتشارها وانحسارها في أصقاع العالم. ونحن في هذه الحلقات أو هذه الحلقة وما قبلها نتناول اللغة العربية ودورها في إفريقيا. وفي هذه الحلقة بعنوان دور الشعر العربي في الحفاظ على إسلامية الهوية الإفريقية. أولا، وصول اللغة العربية إلى إفريقيا. كيف وصلت اللغة العربية إلى إفريقيا؟ الخلاصة، دخول الإسلام وانتشار الإسلام هو انتشار للغة العربية، ولكن هنالك طرق ومحاور دخلت بها اللغة العربية. من المعروف أن هناك علاقة تجارية قديمة قبل الإسلام بين البلاد التي كان العرب يطلقون عليها اسم المغرب العربي وبين البلاد الواقعة جنوب الصحراء، وكان ذلك قبل القرن السابع الميلادي، أي قبل دخول الإسلام. يعني كانت هنالك علاقة وطيدة بين العرب والدول الإفريقية. طبعا كلمة إفريقيا في معناها كانت تسمى بإفريقيا، بلاد إفريقيا تونس، أما هذه المناطق كانت تسمى ببلاد السودان هكذا. وكان عليه فإنه لا يمكن تصور التفرقة بين تاريخ الإسلام واللغة العربية في إفريقيا. دخول الإسلام وانتشار الإسلام هو بالتأكيد دخول وانتشار اللغة العربية، لذا يجب أن نعتقد أن وصولهما إلى المنطقة متلازمان، دخول الإسلام ودخول اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي وسيلة لفهم الإسلام. لذلك وتحقق هذا الوصول عن طريق البوابات الآتية. أولا، جهة الشرق، وذلك مع المهاجرين الأوائل الذين عبروا البحر إلى الحبشة، كما تعرفون قصة الصحابة الذين جاءوا إلى النجاشي في بلاد الحبشة فرارا من دينهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر هي الهجرة الأولى للمسلمين، إبان فجر البعثة النبوية الشريفة. كما فتح المسلمون كذلك مصر في عهد أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وفي عهد الخلافة الأموية وصل عقبة بن نافع إلى الأراضي النيجيرية، وبالتحديد بلما وعاصمة كوار بجمهورية النيجر في عام 46 هجرية الموافق 666 ميلاد. الهجرات العربية اثنين. الهجرات العربية كانت هذه الهجرات كثيرة، منها على سبيل المثال الحصر هجرة بني هلال، وهذه القبيلة هاجرت من شمال إفريقيا إلى هذه المناطق، وما زالت هذه القبائل لها وجود في غرب إفريقيا، يسمونهم ببني هلال، من العرب الذين هاجروا إلى صحراء النيجر ومالي من شمال إفريقيا. ولا شك أن التعايش السلمي بين هؤلاء العرب المسلمين والسكان الأصليين ترك أثرا طيبا في قلوب الذين أسلموا على أيديهم لقرابة نسبهم بنسب بني الإسلام. فدخول العرب في هذه المنطقة كان من عوامل انتشار اللغة العربية والهوية الإسلامية لهذه القارة. ثلاث، رحلة علماء العرب إلى إفريقيا، فقد زار كثير من علماء العرب المسلمين القارة الإفريقية، ووجدوا أنها قارة السلام والأمن والاستقرار، وأن الدعوة إلى الله فيها تجد قبولا عند السكان الأصليين. حتى الآن هنالك دخول بكميات كبيرة من قبائل في بلاد إفريقيا حتى الآن، ففضلوا العيش فيها بجوار إخوانهم الأفارقة المسلمين.
ومن بين أولئك العلماء الأجلاء نذكر أبو بكر إسحاق إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم الساحلي وعبد الرحمن التميمي وغيرهما، حيث أقاما في إمبراطورية مالي أو مملكة مالي الإسلامية حتى الوفاة. وقد أشار ابن بطوطة في كتابه إلى وجود جارية دمشقية في مالي في مملكة مالي، وقد لاحظ الأوروبيون في عام 860 الموافق إلى 1455 وجود شيوخ برابرة وعرب من تلمسان في قصور ملوك كاجور وجولوف وسالوم يعلمون الأمراء. وقد كانت هنالك عوامل كثيرة أسهمت في نشر اللغة العربية نلخصها فيما يأتي. هكذا هي دخلت عن طرق جهة الشرق ووفود العلماء والقبائل العربية التي نزحت إلى جنوب الصحراء. وأما المراكز التي نشرت أو أسهمت في العوامل التي أسهمت في نشر اللغة العربية، المراكز التعليمية. تكونت المراكز التعليمية في المحطات التجارية التي أقامها التجار، فتأسست مداني. يعني من هؤلاء التجار كانوا يأتون علماء ويدرسون حتى يقضوا حاجتهم في التجارة ويعلمون الناس الدين الإسلامي، ولذلك انتشرت المراكز التعليمية في هذه المناطق التي أصبحت يعني هذه المناطق تمبكتو وجيني وكوتار وآيار وغورو وساي وأوغاديس وكيوتا التي أصبحت كعبة لطلاب العلم بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر وحتى التاسع عشر الميلادي، ويقصدونها من كل فج عميق. وقد عرفت هذه المراكز نهضة إسلامية كبيرة، كما عرفت كثيرا من حركات الجهاد في سبيل السنة النبوية الشريفة وإخماد البدعة. كما أنجبت كثيرا من العلماء هذه المناطق أو هذه المملكة أو الممالك من العلماء الكبار، واشتهرت كذلك هذه المراكز بشعراء فحول في اللغة العربية من أمثال الشيخ محمد الأوجلي والعلامة الشيخ محمد بن محمد الشفيع والعلامة محمد بن عبد الله بن خليل الملالي وغيرهم. وقامت مساجد تاريخية معروفة على امتداد الممالك الإسلامية بإفريقيا بمهمة العطاء الحضاري. وأما الحركات الدعوية قديما قام العلماء في ظل مملكتي مالي وسنغاي بمجهودات مشكورة في الحركات الدعوية، يعني يدعون الناس لدين الله أفواجا، وبخاصة في عصر منسى موسى هذا الملك الصالح وأسكيا محمد الحاج كذلك. هؤلاء كانوا من ملوك الصلحاء نشروا الدين الإسلامي واللغة العربية في ممالكهم. ثم واصل الخلف المسيرة بعدهم، فأسس سليمان بال بالسنغال دولة الأئمة الإسلامية، سميت بدولة الأئمة الإسلامية. هذا التاريخ لا يوجد الآن لا يدرس في المساجد ولا في المدارس ولا في الجامعات، وإنما حورب وحرف. وفي فوتو وبحركات جهادية. وأقام الشيخ عثمان بن فودي على أنقاض ولاية الهوسة الوثنية دولته الإسلامية بشمال نيجيريا في سوكوتو. ووسع الحاج عمر تال الفوتي حملته الدعوية للقضاء على الوثنية في مالي وأعالي غينيا. واشتهر الشيخ أبو بكر هاشم بجهاده الإسلامي في كيوتا وبالنيجر وغيره من شيوخ الطرق الصوفية الكثيرين في هذه القارة الإفريقية العظيمة. وأما العامل الثالث وهي المدارس والجمعيات الإسلامية. عاشت اللغة العربية في إفريقيا في ظل المدارس القرآنية على مر القرون من الزمن قبل أن تلحق بها اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو نطلق عليها لغة الاحتلال والاستعمار. وهذا مما يدل على أن الأفارقة قدموا لهذه اللغة الكريمة ما تستحقها من عناية وخدمة جليلة في أيام الممالك
الإسلامية الكبرى وما بعدها، حيث أدركوا أن اللغة تعد صاحبة دور كبير في كل مجتمع من مجتمعات العالم، كونها وسيلة التواصل الثقافي، وهي التي توحد الناس. اللسان العربي هو يوحد المسلمين بشتى لغاتهم ولهجاتهم، وهي أيضا كونها رمزا للهوية وأداة لامتداد الحضارة والتراث ولإيصال العلم والمعرفة إلى اللاحق من السابق. هذا وقد جاء المعاصرون في القرن العشرين فأسسوا المدارس النظامية والجمعيات والاتحادات الإسلامية التي أدت دورا إيجابيا في الصحوة الدينية. وتتميز إفريقيا باتخاذ اللغة العربية فيها أبعادا أخرى سياسية ونفسية ووطنية وعاطفية، إذ أنها كثيرا ما تحولت إلى رمز للاستقلال والتحرر من المستعمر. مثلا الآن دولة تشاد جعلت اللغة العربية هي اللغة الثانية بعد اللغة الفرنسية، وكثير من الدول الآن يعتمدون على اللغة العربية لأن معظم سكان هذه الدول من المسلمين، والمسلمون يعرفون اللغة العربية لأنه يدرسونها في المساجد وفي الخلاوة وفي المدارس الإسلامية. وتتميز تحولت إلى رمز للاستقلال والتحرر من المستعمر، وركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية. هذه اللغة هي هوية الوطنية، فأضحت رمزا لوحدة بلاد المسلمين منذ القرن الأول الهجري الموافق للسابع الميلادي. منذ بدء الإسلام أصبحت اللغة العربية هي رمز لوحدة المسلمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء: ألا إن العربية اللسان، أو كما قال، غير أن هذا الرمز بدأ يقل استخدامه في لغة التعليم بعد اختراق القوى الاحتلالية الاستعمارية لشؤون الدول الإسلامية النامية. بعد ما حصل احتلال لهذه البلاد الإسلامية، غيرت هذه الدول الغازية اللغة العربية إلى لغتها لإضعاف المسلمين وتفريقهم وتوسيع الفجوة بينها وبين أبنائها حديثا، حتى أصبحت غير محبوبة لدى كثير من النشء وعرضة للسخرية. اللغة العربية في الستينات في السبعينات كانت عرضة للسخرية بالنكت بتأثير موقف الاستعمار العدواني تجاه الإسلام ولغته في شتى وسائله. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم. بعد فاصل قصير نواصل ما انقطع من الحديث. وهنا يتساءل الكثيرون: أين العلاقة بين التعليم واللغة؟ تلك العلاقة التي يجب أن تكون أساس هوية الفرد وانتمائه. أولا، الهوية الإفريقية الإسلامية. جاء في المعجم الوسيط أن الهوية حقيقة الشيء أو الشخص الذي تميزه عن غيره. هو هوية ليست هوية. الهوية جاية من هو، وهي أيضا بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وتسمى البطاقة الشخصية أيضا. هذه هوية الشخص. وقد تستعمل الهوية بمعنى الوجود الخارجي، وقد يراد بها التشخيص. وقالوا إن الهوية مأخوذة من الهو، وهي مقابلة للغيرية. الهوية جاية من الهو، هو من هو، فهي مقابلة للغيرية. وقد حاول المفكر محمد عمارة
تقديم تصور شامل لمفهوم الهوية لغة واصطلاحا ومستعينا بالمعاجم القديمة والحديثة، فقال في هذا الصدد: إن الهوية بضم الهاء مصطلح استعمله العرب والمسلمون القدماء، وهو منسوب إلى هو، وهذه النسبة تشير إلى ما يحمله من مضمون، فهي تعني كما يقول الجرجاني في كتاب التعريفات: الهوية تعني الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة من الغيب المطلق، أي هذه الشجرة هويتها هي النواة التي نشأت منها. أما معاجمنا الحديثة فإنها لم تخرج عن هذا المضمون عندما قالت عن الهوية إنها حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة. لذلك المسلمون هويتهم هي هوية إسلامية، والمشتملة على صفاته الجوهرية والتي تميزه من غيره، وتسمى أيضا وحدة الذات. وبعبارات أقرب إلى موضوعنا، فإننا نستطيع أن نقول إن الهوية الحضارية لأمة من الأمم هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة هذه الأمة من غيرها. يعني المسلمون هويتهم أو سماتهم سمات إسلامية، إذن هي سمات إسلامية، والتي تجعل للشخصية القومية طابعا تميزه به عن الشخصيات القومية الأخرى. هذا تعريف. بناء على تلك المفهومات التي وردت عن الهوية، فإن الحديث عن الهوية بالنسبة لإفريقيا وخصوصا وهي توضع في سياق المستقبل والتحديات، ينبغي أن يراعى المقومات الطبيعية والبشرية وحال المجتمع فيها، حيث نشأ في ظل هذه المقومات التي هي العادات والتقاليد، اللغة والدين والقيم والمعايير الاجتماعية. إذن إن هوية إفريقيا بهذا هي ذاتها في أصلها وما اكتسبته عبر العهود اللاحقة، نقصد الذات التي تكونت على امتداد التاريخ منذ أولوياته وبداياته بكل ما صنعه واحتدم فيه من عوامل ومؤثرات، إلى أن اصطبق بروح الإسلام واعتنى بها عقيدة وشريعة ومنظومة سلوك وقيم، وأفضى بها إلى نتيجة لهذا كله إلى حمولة حضارية وثقافية زاد في ثرائها ما لها من قدرة على تبادل الأخذ والعطاء. إن الهوية الإفريقية بهذا هي هوية إسلامية، أي مطبوعة بروح الإسلام الذي سبق الذات الفردية والجماعية، وإن نسيجها المتكامل عبر عصور الاندماج في توافق وانسجام ينم عن مكوناتها المتعددة التي على رأسها العناصر الكثيرة، وقد التحمت بروابط الدين والتأمت بأواسر قيمه. إذن الهوية الإسلامية لكل في إفريقيا أو في غيرها هي هوية الإسلامية، هوية الإسلام. ومن المنطلقات الأولية التي ينبغي التذكير بها في هذا الموضوع أن اللغة العربية عنصر أساسي ومكون حضاري وحيوي من مكنون هوية كل شعب من الشعوب أو أمة من الأمم أو وطن من الأوطان. والهوية هنا بمعنى مجموعة الخواص والملامح التي تتكون منها الشخصية المتميزة لمجموعة بشرية معينة، فلا يمكن تصور مجموعة بشرية دون لغة ولا لغة دون مجموعة بشرية. لذلك المسلمون في العالم تجمعهم هذه اللغة العربية، لأنهم في صلاتهم وفي علمهم يتحدثون باللغة العربية، يقرؤون في صلاتهم القرآن باللغة العربية، لأنه لا يصح أن يصلى بغير اللغة العربية. فإذا هذه الهوية هي هوية الإسلامية للمسلمين في العالم.
كما أن اللغة العربية مكون أساسي وضروري من مكونات الشخصية الإفريقية، أو بالأحرى لقد أصبح الأمر كذلك منذ أصبح الإسلام دين أغلب سكان القارة الإفريقية. كما ذكرنا، جزم بعض المؤرخين الآن أو أن إفريقيا نصفها كلهم كما ذكر ذاك المستشرق توماس يتكلمون اللغة العربية، صارت لغتهم، لذا هم إنه غالبية السكان في إفريقيا من المسلمين، وإذا أصبحت إفريقيا القارة الإفريقية هي ذات هوية إسلامية، فقد دخلت اللغة في القارة بانتشار الإسلام والقرآن الكريم الذي هو شريعة المجتمع ومركز العبادة والعقيدة والعلم والفكر والثقافة والحكم والتصرف في كل الأمور الدينية والدنيوية والمالية. هذا هو الإسلام والإدارية وكل العادات والتقاليد في المجتمع الإسلامي. إذن ما هي نماذج من الشعر الإفريقي؟ سنأخذ نماذج من الشعر الأفريقي، وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء أي وسطها وغربها، ثم بعد ذلك سننتقل إلى شرق إفريقيا ولها حلقات مستقلة. بانتشار تعليم اللغة العربية بين المسلمين أصبح مسلمو القارة الإفريقية يمثلون الطبقة المفكرة الراقية، حتى إن خبراء الإدارة والتخطيط في الممالك الوثنية لم يجدوا بدا من الاستعانة بالمسلمين في أمور دولهم. وقد تولى المسلمون مناصب الترجمة والإدارة في إمبراطورية غانا الوثنية قبل أن تصبح إمبراطورية مسلمة. كانت إمبراطورية وثنية ولكنها أهلها دخلوا في دين الله أفواجا وتحولت إلى إمبراطورية أو إلى مملكة مسلمة، واستمرت الحال هكذا حتى بعد إسلام إمبراطورية وسقوطها وقيام دولة مالي المسلمة على أنقاضها. وقد وصف ابن بطوطة هذه الإمبراطورية الإسلامية ومدى حرص أهلها حكومة وشعبا على تعليم أولادهم الدين واللغة العربية وتحفيظهم القرآن الكريم. وقد أشاد المؤرخون بالزيارة التي قام بها أسكيا محمد إلى القاهرة في طريقه إلى الحج، وكان للنصائح والإرشادات التي أسداها إليه رجال الدين البارزين في القاهرة مثل جلال الدين السيوطي. قابل جلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات الدينية وغيره أثر كبير في تطوير اللغة في المنطقة، فقد تطور التعليم في جامع سنكوري وأصبح قبلة للطلبة في السودان الغربي. ما هو مفهوم الأدب الإفريقي؟ المفهوم العام، هنالك مفهومان. أولا المفهوم العام يعني أن الأدب الإفريقي يقابل قولهم الأدب الأوروبي أو الأدب الآسيوي. أما المفهوم الثاني وهو الخاص فمقتصر على آداب المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حتى التقاء القارة بالمحيط في أقصى جنوبها، وعلى أدب زنوج الكاريبي بأمريكا الجنوبية. والواقع أن المفهوم الثاني الذي يفرق بين شمال القارة وجنوبها من صنع الدول الغربية، فرق الناس من شمال وغرب إفريقيا أو وسطها، ومن صنع الدول الغربية وفق السياسة الاستعمارية، ذلك أن عمر هذا المفهوم لم يزد على قرن واحد عمر هذا التفريق، وقد ساعدت فروق أساسية على هذا التقسيم. لقد كانت الآداب الإفريقية قبل التقائها بالحضارات العربية في عصر ما قبل الإسلام آدابا شفهية خالصة، وكانت للإفريقيين حركتهم الأدبية في صورتها الشعبية البسيطة والقائمة على المزج بين أنواع من الأشعار والأغاني المرتبطة بالأساطير والحكايات الشعبية والمسرحيات
التقليدية العريقة. هذه كانت قبل الإسلام، والملاحظ أنه بعد دخول الإسلام إلى إفريقيا ووقوف الإنسان الأفريقي المسلم على الثقافة العربية الإسلامية والكتابة العربية سرعان ما تأثر بها، فأتقن العربية لغة دينه الإسلام، وقرأ الشعر العربي، ومن ثم نظم الشعر باللغة العربية، واهتم على وجه الخصوص بالمدائح النبوية. وقد دفعته بواعث الروح الدينية التي اكتسبها في مجالس الكتاتيب أي الخلاوة التقليدية إلى أن يستقبح بعد الأقراض الشعرية عند العرب مثل المجون، حيث كان يراه خاليا من قيم الإسلام. هذا نقدوا بعد الأقراض الشعرية التي جاءت في أشعار العرب سواء كان في الجاهلية أو ما بعد الجاهلية. بهذا تتضح حقيقة الشعر العربي الإفريقي، فهو شعر إسلامي ينبع من تجربة شعرية صادقة، ويعتمد على وسائل تأثير وإقناع خاصة، ويتضمن رسائل ذات طابع إسلامي، وهذه الرسائل هي التي تحدد نوعه الأدبي وتميزه بكونه أدبا إسلاميا عن الأدب غير الإسلامي. ومن خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن الشعر العربي الإفريقي هو شعر إسلامي، وهو تسوير فني جميل للكون والحياة والوجود. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.